طبعا ديت العروض اللي كانت بتتم بالليل على المسرح اللي ناحية البحر. بصوا دولت أجانب على فكرة اللي قاعدين، واللي برضو واقف لابس لبس فرعوني. ودلوقتي اللي هو التاني المصري ده اللي بياكل الإزاز. يعني هما جابوا الأول زجاجات كتيرة وكسروها، والولاد قاعدة كده على طرف المسرح عمالة بتتفرج. بجد عروض جميلة خالص. ده كان اليوم ده يعني ما كملتش العرض الفرجة عليه، علشان هنروح الممشى بعد كده. خليكم معايا واعملوا لايك للفيديو عشان تشوفوا الممشى اللي هو متميزة بيه. ده فعلا جدا، والأسعار فيه تحفة وحلوة قوي. أول مرة أعرف إن الأجانب بيروحوا السوق. الراجل بعد ما كسروا الازاز شال الست زي ما انتم شايفين كده، واقف على الازاز المكسر اهو. انا ما كنتش عارفه اقرب قوي لان الولاد الصغيرين قاعدين والناس. وبعد كده قعد يلف عليها، وعلى فكره حافي رجله وما فيهاش اي حاجه. بعد كده هيعملوا بقى ويكملوا فقرات كتيره زي كده بالظبط برضو. بيقلبوا الازاز على اساس انه اطرافه انها تبقى الحدة تبقى لفوق. هيقعد يشيل بعد كده رجلين ويشيل اكتر بصراحة. يعني ما شاء الله مش عارفة اعمل كده ازاي، ورجليه ما اتعورتش خالص، وماشي عليهم وشايل حمل تقيل يعني. كلام في الكلام يا باشمهندس. عارفة؟ عايزين كام مكان؟ اتنين؟ عايزين مكانين في الباص. عايزين مكانين في الباص. في ناس تانية عايزين مكانين معانا. عايزين نحجز مكانين في الباص في اماكن مسمعة. تعالوا ورد علينا. ما كملناش العرض عشان الباص كان ميني باص كده مكيف سياحي
بيوصلنا مصري. لغايه الممشى. كده احنا وصلنا ادي كده الممشى. الممشى السياحي. وماله ظريف يعني مكان. شوف كده مع بعض كله حاجات شروات، بس من دي طبع بدوي شوية، طبع شغل شوية. الريش دي بقى حاجات الريش دي كتير خالص. اللي بالشراشيب ده جميل. كام ده لو سمحت؟ لوزي ومالك مع محمد. لا مالك مع محمد هو رقيق. لا احمد عمته مع عمتنا. مش عايز السادات اهو السادات. طب انت عايزه تصوري لوحده ليه؟ انا نتصور. وورايا وسكينة اهي راية. تعالوا ما اصوركم. الممشى السياحي بتاع دهب بجد جميل قوي، تقدروا تشتروا منه حاجات كتيرة، سعرها حلو رخيص بصراحة، مش غالي. وعلى فكرة كل الحاجات اللي انتوا شايفينها دي مطاعم وكافيهات ومحلات، ظهرها البحر على طول، والبحر بتاعها مفيهوش شعب مرجانية والكلام ده. طبعا مشغلين الاغاني جميله جدا، مش قادره بصراحه ان انا اسيبها علشان الفيديو ما يتحذرش، فانا شايله الصوت. بصوا الزرع الجميل المعلق دوت، وبصوا المطحنه بتاعه الكافيه بتاعه البن، مطحنه البلدي القديمه خالص، بجد حاجات تحفه. هتشوفوا حاجات جميله وتقدروا تاخدوا صور، ذكريات جميلة جدا جدا في المكان. هنا برضو ده مطعم كده أنا قلت وقعدة لهم عربي أو بدوي حلوة جدا، كلها حاجات جميلة قوي. الحاجة الغريبة اللي هتشوفوها يعني عايز عمال يشتري معايا واحد عمال يشتري. الممشى مليان طبعا. احنا القرية اللي احنا فيها انا مش مش اوضه يعني اي كده، لكن ده الممشى هتلاقوا فيه، بصوا البحر اهو حلو، كلكم في ظهرهم البحر على طول، منظر حلو جدا. لولا ان احنا بالليل مفيش اضاءة في المنطقة دي، الانوار كلها انوار البحر. مش ما نبعدش عن يعني البساط. هتلاقوا الاسرائيليين مالين او اليهود مالين الممشى السياحي. غريبة. هنا خشب. מחר בברנו מחכים לכם שניהם. סבבה. היום שבע. מחר עליך? כן, מחר אני בא. סגור. עליך? إسرائيليين. ها؟ إسرائيليين. خشب. علاء الدين. سمك. زي ما شفتوا كده الأجناس مختلفة بجد في دهب. يعني بجد هي كنز احنا مش حاسين بيه، والا ما كانش كل العالم اجتمع على جمالها وانها ييجوا فيها. حتى القريه اللي احنا فيها زي ما قلت لكم اشغال كام 95% اجانب، المان على روس زي على بونيتا. مغاربه زي بونيتا وتوانسه ونفس الموجة الخفيفة وسعوديين. ونفس بجد الحتة انا اللي هي شفت حاجات الكيرفة غريبه. اللي داخلة كده. ما انا تجربة. شفتها من حتة تانية برضه. شفت البتاع اللي هنا دول؟ البتاع دول بيبقى عليها بيبقى متربطه في نص بتبقى في نفس البحر حلو 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 قوي هنا. ايه دول؟ حبال كده يقعدوا عليها، شبك متعلق بس كده في الخشب. الخشب اللي تحتنا ده بيتهز. معاها بيت دبس. ما اعرفش ليه ما تنسوش لايك واشتراك للفيديو.